السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كل عاشق ومحب الشيسكا في كل مكان، كل عاشق ومحب شبيبة القبائل في كل مكان، الكناري، كل عاشق ومحب المدينة الجميلة تيزي وزو، كل أمازيغي قبائلي شمال أفريقي. يعني تحية من هنا من القاهرة لكل أهلنا في تيزي وزو. يعني غدا إن شاء الله وعلى أرضه وسط جمهوره ملعب حسين آياد أحمد يستضيف مولودية الجزائر في مباراة الكلاسيكو الجزائري بين شبيبة القبائل ضد مولودية الجزائر في مباراة لا تقبل القسمة على اتنين. مباراة يعني كده لا تعترف بالوضعية بل تعترف بالترتيب وتحسم بالروح والشخصية والعزيمة. لو لسه أول مرة تشوفنا وتشوف قناتنا وتبخل علينا بالصلاة على سيدنا محمد واللايك الجميل، ولا حابب تنضم لقناتنا، يعني هنجيب لك كل ما يخص الشبيبة والجيسكا والكناري، وكل ما يخص تيزي ووز، وكل ما يخص الرابطة المحترفة وكأس الجزائر والمنتخب الجزائري الحبيب. إن شاء الله بكرة مباراة الكلاسيكو يوم الجمعة في 5 مساء على ملعب حسين آيات أحمد بتيزي ووز، وإن شاء الله مباراة ينتظرها عشاق ومحبي وأنصار الشيسكا في كل مكان. الشبيبة تدخل هذا الموعد وهي تمر بفترة صعبة جدا، ورغم الفوز الأخير على أمام جمعية أولمبي الشلف إلا أن الأداء ما زال يحتاج إلى الكثير. مواجهة المتصدر تأتي كفرصة حقيقية للتصالح مع الأنصار واستعادة الثقة مرة أخرى، وإثبات أن الفريق لا يموت ولا ينكسر، وإنما هي كبوة يعني كده يحل إن شاء الله الانتصارات مرة أخرى. إنها مباراة بعنوان الانتصار أو الانكسار. لابد من الانتصار، لابد من الروح القتالية، لابد من العزيمة في الملعب،